في اليمن لو عملت حاجة غلط ينتقدوك، ولو عملت حاجة صح ينتقدوك، ولو ما عملتش حاجة برضو ينتقدوك. مواقع التواصل الاجتماعي عندنا تحولت من منصة أفكار وطرح مواضيع تهمنا وتنمينا كشباب وكمجتمع يمني إلى ساحة أمراض نفسية. كل واحد ضابح أو كل واحد محبط أو كل واحد فاشل في حاجة يفتح للصفحة ويبدأ يدور الذي يلعن منه وينتقده. بعدين من يفهمهم أنهم هم السبب في شهرتهم، وأنه انتقاده ما بيغيرش منهم شيء. هم جالسين على ما هم بس اشتهروا. متى نعرف ونوعى أنه إذا أردنا أن نحل مشكلة ما نحلهاش بالانتقاد بل بالتجاهل؟ والذي بينتقدوا قصتكم أنهم فاهمين في النقد. تلقيه واحد شوتري مع مرتبة الامتياز فارغ ما بش مع أبوه مهره إلا أنه يلاحق الذي يلعن منه وينتقدهم. وإحنا نضطر نشوف عاهتين بدل عاهة واحدة، وبعضهم ينتقد لك 10 في مقطع واحد. أنا والمشاهدين الكرام أشتنبني. أخي المنتقد، اتق الله فينا ولا تسمعنا كلماتك البذيئة الذي تمثله. إنها لذنب جاري عليك حتى مماتك. إنك تكذف وتلعن وتدخل في شرف الأبرياء اللعينين الذي تنتقدهم. تجاهلهم. ما هو موقفك أمام الله حين يدخلك جهنم بسبب قذف وشتم البغيضين والدخول في أعراضهم؟ لا، البغيضين هنا إنها جهنم علشان